صحابي المسيحيين زعلانين وبيقولوا لي ما عملتلناش حاجة في عيدنا يا فوزية. قررت بقى اعمل لهم شوية بغاشة يستاهل بقهم. ما انا ما اقدرش ازعلهم، دول اخواتي وعشرة عمري كمان. حبايب قلبي، الفيديو ده بقدم فيه تهنئة لاخواتنا المسيحيين وكل سنة وانتم طيبين. وبالاخص بقى حبايب قلبي مارلين ونرمين وجيجي. نرمين طلبت مني وقالت لي عاوزين حاجة سهلة للعيد نكون نعملها كده بعد الشغل ما تاخدش وقفة كتير، فعلشان كده عملت الوصفة دي. يلا بينا بقى نبدأ ونشوف عملنا ازاي الفطاير الحلوة دي بطريقة سهلة قوي وسريعة وهتفرح ولادك وهتبهرهم. بس قبل ما نبدأ صلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شجعي اختك حورية بأجمل لايك يا فوزية، ويلا بينا نبدأ ونقول بسم الله. في الأول أنا هستخدم النهاردة 4 كوبايات من الدقيق، حابة تقللي أو تزودي براحتك. هاخدهم كده وانخلهم في المنخل. لازم أي نوع معجنات تعمليه علشان يطلع ناجح لازم يتنخل الاول، فهنخل الدقيق كده كويس قوي وادخل جواه هوا علشان النتيجه تطلع معايا مظبوطه. الاربع كوبايات من الدقيق دول هيعملوا معايا 13 واحده من الفطاير اللي احنا شفناها دي. لو عاوزه تقللي براحتك. ضفت عليهم بقى نص معلقه صغيره من الملح ومعلقه كبيره من السكر، وكمان هنزل عليهم بشويه ميه دافيه. يفضل ان انتي تعملي بميه دافيه علشان العجينه تلم بسرعه. انزلي شويه شويه، بياخد حوالي كوبايه وربع من الميه. وعجيني، انا عاوزه العجينه بتكون بتلزق جدا، يعني لدرجه ان انتي تبقي ماسكاها بتلزق في ايدك. هنقلب شويه كده الاول بالاسباتولا وبعدين ندخل بايدينا يا فوزيه. اعجني بقى كده شويه حلوين. انا خدتها بقى على رخامه وبدات اعجن فيها لحد ما تنعم معاكي وتلاقيها كده طريه خالص زي السلايم. الطريقه دي سهله قوي وسريعه ومش بتاخد وقت كتير وبتديكي نتيجه حلوه قوي زي بتاع الافران بالظبط ويمكن احلى كمان. خلاص بقى بعد ما عجننا العجينه وطريناها قوي قوي وبقت معانا زي اللي باينه بالشكل ده، هركنها بقى وهخليها ترتاح بس على الاقل ربع ساعه. ربع ساعه مش اكتر، هي مش محتاجه يعني تخمير ولا حاجه. بعد ربع ساعة نطلع بقى العجينة بتاعتنا ونبدأ نشتغل فيها. أنا هاخد العجينة وهفردها مرة واحدة بس. افرديها كلها بعرض المفرش السيليكون ده. افرديها كده على قد ما تقدري أول مرة دي بالزيت. تمام، افرديها كلها مره واحده كده. وبعدين هنستخدم مع بعض الزبده، زبده الفرد او زبده المارجرين. في ناس كتير قالوا لي في الكومنتات ان هي زبده مش صحيه. انا اللي انا اعرفه عن الزبده المارجرين ان هي زبده فرد اللي بيستخدموها اشهر المخابز يعني. فهي مش فكره ان هي مش صحيه، لا هي مش مفيده لكن مش صحيه. لو ليها اضرار يا جماعه اكتبوا لي في الكومنتات، لان بجد والله ما اعرفش ان هي ليها اضرار، فعايزه اعرف يعني منكم. تمام كده. المهم حطيت زبدة الفرد وبدأت بقى ايه اطبق العجينة. هنا بقى التوريق بتاع الفطير او التوريق بتاع البغاشة متوقف على كمية التطبيقات اللي هتطبقيها. كل ما تطبقي اكتر كل ما هتاخدي توريق اكتر. بص بقى ما شاء الله، طبقي كده يمين وشمال، وبعد ما تتطبق افردي وطبقي تاني وهكذا. بس مش بنفرد قوي بقى، يعني اول مرة فردناها شوية حلوين، لكن بعد كده لا، هو يدوب بس افردي فردة بسيطة وطبقي بالشكل ده كده. بصوا بقى حبايبي اهو، كل ما تفرديها انت هتلاقيها خلاص مسافة ما حطيتي فيها السمنة او الزبدة هتلاقيها ما شاء الله بتتفرد معاكي بسهولة قوي. طيب ينفع استخدم زبدة فوزية بقري او جاموسي او ينفع. انا عندي على فكرة زبدة بلدي، بس انا حبيت اعملها بالمارجرين لان بتطلع احلى مليون مرة. زبدة المارجرين دي بيكون ما فيهاش اي سوائل خالص. هنا حطيت برضو حتتين سمنة كده وخلاص، مش هنحط سمنة تاني. طيب استخدمتي قد ايه سمنة يا فوزية؟ استخدمت كوباية على الاربع كوبايات دقيق، كوباية سمنة. خلاص بقى هنفرد بقى بالشكل ده كده اهو، تطبقي وتفردي تطبقي وتفردي. بصوا بقى كل توريقة من دي او كل تطبيقة من دي بتوريقة. هي دي كده تقريبا اخر فردة وخلاص هنطبقها ونسيبها ترتاح. ودي برضو مهمة اول خطوة دي. المفروض ان احنا اصلا كل خطوة ندخلها التلاجة ترتاح، لكن انا والله ما ريحتهاش. كنت شغالة كده على طول ورا بعضه. لكن الخطوة الاخيرة دي قبل ما تقطعيها للفرن سيبيها ترتاح ربع ساعة في التلاجة.
ربع ساعة بالظبط وطلعتها، وهبدأ افردها واقطعها بقى الحجم المناسب. هنا بقى تقدري تقطعيها كور وتعمليها مدورة، تقدري تفرديها كلها فطيرة في صينية وتطلع معاكي فطيرة مشلتتة تحفة. تقدري تحشيها بقى، تقسميها نصين وتحشيها وتبقى فطيرة برضو رهيبة محشية. شكلي بقى، انت معاكي كده عجينة باف باستري، معاكي عجينة مورقة رهيبة، شكليها زي ما انت عاوزة. بس بما اني كنت عاوزة اعمل حاجة حلوة فقطعتها كده زي البغيشة. هنساوي طبعا الاطراف كلها، وهبدأ بقى ان انا اقطعها. الاطراف دي طبعا مش هنرميها، لا هقطعها برضو وهعملها واحدة كمان. يعني العجينة هنا هقطعها 12، والاطراف دي كلها هعملها فطيرة لوحدها. بصوا بقى ما شاء الله، قطعي بقى الحجم اللي انت عاوزاه. انا قطعت دي 12 قطعة، 3 شرايط، وكل شريطة هقطعها على 3. انا عاوزة اقول لكم ان اصحابي المسيحيين دول عشرة عمر بجد، بالذات يعني نرمين لسه عارفاها قريب، هي اخت مارلين. بحكي لكم بقى انتوا اهلي يعني. لكن جيجي ومارلين عشرة عمر بقالهم سنين، يمكن اكتر من 10 سنين. بجد حبايب قلبي، ربنا يهنيهم يا رب، طيبين جدا، محترمين جدا، على اخلاق وخلق جميلة، متربيين فعلا، ناس متربية. بحبهم قوي، وبقدم لهم من هنا تهنئة كبيرة جدا جدا. وعايزة اقول لجيجي وحشتيني يا جيجي. خلاص بقى، بعد ما شكلت كله بالشكل ده وحطيته بقى في الصاج، طبعا كل قطعة بقطعها كنت بفردها كمان فردة، تمام. وزي ما انتوا شفتوا كده، بيدخل بقى على اعلى درجة حرارة في الفرن، وحطي الرف من تحت. اول ما ياخد لون من تحت شغلي الشواية يا فوزية، هيطلع معاكي بقى مورق وقمر كده، يستاهل بقك. هنا بقى عايزة تحطي سكر بودر، تمام. عاوزة تحطي نوتيلا، تمام. عاوزة تحشيها برضو، تمام، براحتك. انا استكفيت بس بشوية عسل ابيض، يبقى خفيف كده وحلو زي بتاع الافران. تعالوا بقى اما اسمعكم القرمشه والحلاوه. هنرش عليه بقى رشه عسل حلوه كده، وبعدين بقى ايه ارصه في الطبق واسمعكم القرمشه. يلا بينا كده واحنا بنحط العسل نقول الدعاء علشان تسمعوا القرمشه في الاخر. اللهم يا مسهل الشديد، ويا ملين الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من هو كل يوم في أمر جديد، اخرجنا من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك ندفع ما لا نطيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ايه بقى رأيكم في الجمال والحلاوة دي؟ بجد لو لسه ما حطيتوش لايك يبقى انتوا كده بتزعلوني. بقعد افكر لكم في افكار جديدة اهو ومختلفة، فدلعوني كده لايكات للفيديو، شيريه لاصحابك، ظبطوني يا فوزياتي. تعالوا بقى بينا نسمع القرمشة، يلا مع بعض. بسم الله ما شاء الله، طبعا سمعتوا بنفسكم وشفتوا الجمال، شايفين بقى التوريق وشايفين الحلاوة، بجد تستاهل بقكم. حبايب قلبي بحبكم جدا جدا في الله، ربنا يا رب يديمكم نعمة في حياتي، ومحالا يلا جربوا وابعتولي الصور على الخاص. بحبكم جدا جدا في الله. كانت معاكم حورية، استنوني ان شاء الله فيديو جديد، واكيد هيكون ان شاء الله برضو فيديو مفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.